فأنا جارتي العزيزة يعني جيراني بيت سيد نفل، يعني بنات سيد نفل العلويات ذني طبعا شارتهم بالمكان من آل ياسر. طبعا نسلهن 28 أو 30 يصلي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم. فشارتهم بالمكان حقيقة يعني، ويعني العالم تجيهم من كل المكانات وناس محترمين ويطيبون الطفل وكذا. فحبيت ان توفن الله يرحمهن، وبعد ما توفى لقينا انه متكفل عوائل كل وحده 50 عائله، والعلويه ام محمد بنت حسينيه، والعالم تجي تسوي مثلا المناسبات الدينيه وغيرها، والزوار يباتون بها يعني بايام. نقول عليهم اهلنا يقول عليهم بخيتين والله حقيقه يعني العلويه ام محمد والعلويه ام فيصل والعلويه ام حيدر، يعني انا ذني العلويات العفيفات حقيقه يعني ما يتكرروا. كتبت لهم، فكتبت لهم الموضوع اقول خبر موتك يقتل واذاني، انت امنا وولدك من اخواني. خبر موتك يقتل واذاني، انت امنا وولدك من اخواني. محالي لو ما هو بعلوية الدوى، فضلك علينا مثل فضل الهوى. اي وحق عباس اللي بقسطن شوى، وحق سيد نفل لسه نعاني. خبر موتك يقتل واذاني، انت امنا وولدك من اخواني. ياخذ قاطع واسفض امك بالتراب، قيمه للبوشيه سويته وحجاب. الله. قصرت مفروض ما ذب بالنقاب، قصرت مفروض ما ذب بالنقاب. خافي المعسن بين اخواني، خبر موتك يقتل واذاني. انت امنا وولدك من اخواني، انت من ذرتال ياسر والبتول. نسلك 30 يوصل للرسول، انت من ذرتال ياسر والبتول. نسلك 30 يوصل للرسول. النجف بيك تشرفوا فحل الفحول، اعتنى وزار القبرك السستاني. خبر موتك يقتل واذاني، انت امنا وولدك من اخواني. وحق سيد مالك وذاك النسل، والله من مرادكم يشفى الطفل. نعم ما خلف كفو بسيد نفل، ثق عقبكم ما تكرر ثاني. خبر موتك يقتل واذاني، انت امنا وولدك من اخواني. صح الله يرحمه، يعني اصدقائي ولدهم يعني